بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بيكم في قناه سمك اسكندريه، معاكم عمرو ابو الوفا. واحنا بقالنا فتره كبيره جدا 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 بنتكلم عن المرجان. النهارده بقى ان شاء الله الحلقه بتاعت الزتونه، النهارده بقى حلقه البرشامه اللي هي حلقه الخلاصه بتاعت المرجان. هنفرق بين كل انواع المرجان اللي اتكلمنا عنه الفتره اللي فاتت دي كلها، عدا بعض انواع المرجان اللي احنا ما تعرضناش ليها زي المرجان غزاله. ليه؟ لان الانواع دي مش منتشره قوي، فاحنا مأجلينها بعد كده. يعني احنا صورنا الانواع اللي هي منتشره جدا، اجلنا الانواع اللي هي اقل انتشارا، يعني بعد كده لما ربنا ييسر امور ان شاء الله. طبعا عشان انواع المرجان تظهر زي ما هي في الفيديو ده ما اقدرش اقول لك ان ده مجهود انا عملته لوحدي. طبعا في ناس ساعدتني، وبالذات حسام بتاع محل فيش وفريشو فضل معايا على التليفون، وقاعدين بقى بنجمع المرجان وبنجيب واحده من كل نوع. ده طبعا مجهود صعب، لان اي حد بيبيع سمك هو متعود ان الزبون بيتصل بيه بيقول له هات كيلو جمبري وكيلو سمك وخلاص وخلصنا. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تبخلش علينا باللايك والشير والسبسكرايب عشان المعلومه توصل لاكبر قدر ممكن من الناس. مبدئيا كده لو تلاحظ انا مقسمهم في صف اول وصف تاني وصف تالت. الصف الاول دي اسماك درجه اولى قوي يعني للتصدير، ودي اسماك درجه اولى بس بتاعتنا سوق محلي، ودي اسماك اقل منهم، اقل من الصفين اللي فوق. تمام. النهارده هنتكلم على الفرق بينهم بكل بساطه. طبعا احنا كل سمكه من دول شرحناها وقلنا كل حاجه فيها. هنبدا بالمرجان العضاد. اكتر حاجه بتميزه هي ان فيه نقط سودا على وشه كده واسنانه القويه. تمام. يبقى ده اكتر حاجه بتميز المرجان العضاد، النقط السوداء. وممكن كمان تلاقي نقط سوداء سوداء على جسمه كده، نقط السوداء على جسمه، والنقط السوداء عند عينه كده وبقه واسنانه مميزه جدا. يبقى دي اكتر حاجه بتميز المرجان العضاد. طيب تاني مرجان معانا هو مرجان وزيني. المرجان وزيني في ناس بتقول عليه ابو نقطه. ليه ابو نقطه؟ عشان نقط زرقاء بتاعته كبيره. طبعا كل المرجان فيه نقط زرقاء، لكن المرجان والزيني بالذات النقط الزرقاء بتاعته مميزه لانها كبيره شويه. وكمان المرجان والزيني فيه الزعنفه بتاعته اللي احنا لا يمكن ننساها، اللي هي الكبيره قوي كده دي. يبقى المرجان والزيني اكتر حاجه بتميزه الزعنفه الكبيره دي والنقط الزرقاء. طيب اللي في نفس الصف بتاعهم نفس القيمه وبرده تصدير اللي هو المرجان برجروه او مرجان بجروه. المرجان بجروه اكتر حاجه بتميزه، طبعا هو فيه نقط زرقاء بس مش مميزه زي بتاعه المرجان ابو نقطه او المرجان والزيني. اكتر حاجه بتميزه هتلاقي هنا كده الخط الاسود ده بيميزه، وان هو شبه الدنيس شويه. هتلاقي عنده حته كده غامقه من هنا. تمام. وكمان هتلاقي ان عينه قريبه جدا من بقه، يعني يعتبر بقه تحت عينه. تمام. يبقى اكتر حاجه بتميز المرجان برجروه او مرجان بجروه اللي هي الحته السوداء دي، وان هو شبه الدنيس قوي. تمام. تحس ان هو دنيسه متنكره في شكل مرجان. طيب المرجان ابو قتب ده مرجان ابو قتب بتاع البحر الاحمر. تمام. اكتر حاجه بتميزه ان هو عنده زعنفه كبيره زي المرجان والزيني، لكن ما عندوش النقط الزرقاء اللي موجوده على المرجان والزيني. النقط الزرقاء بتاعته تحس ان هي نقرشه كده بسيطه، مش زي النقط الزرقاء بتاعت المرجان والزيني، تحس ان هي نقط فعلا او نقط مميزه. تمام. بعد كده المرجان غزيله. اكتر حاجه بتميز المرجان الغزيله حاجتين: ان بقه بعيد شويه عن عينه، تحس ان هو له بوز، وتاني حاجه ان الحته دي لونها احمر فيه، وبرده في نقط زرقاء المميزه للمرجان. لكن اكتر حاجه بتميزه ليه هي الحته الحمراء اللي هنا والبوز اللي طالع لقدام. طبعا اللي بيميزه اكتر عن البرجروه او البجروه اللي هي ان دي حتته حته سوداء، ولما تحطهم جنب بعض يتبين لك جدا ان في واحد منهم ببوز وواحد منهم بقه تحت عينه. طيب المرجان اللي بعد كده هو طبعا بقى اقل خالص بقى من اصناف المرجان اللي عدت دي، حاجه اسمها مرجان ابو عينه او ابو عين. وده لان هو عينه كبيره زي ما احنا واخدين بالنا كده، وهو يعتبر اقرب للعضاد من المرجان. هم طبعا كلهم مرجان عدا السمكه دي، يعني هم كلهم مرجان عدا السمكه دي. تمام. لكن ده تحس ان هو قريب للعضاد قوي. طب ايه اللي خلاني اقول كده؟ اللي خلاني اقول كده اسنانه. بص اسنانه عامله ازاي، بص اسنانه عامله ازاي، قريبه شويه من سنان العضاد. هتلاقي سنان العضاد عامله كده، فقريبه شويه من سنان اللي هو المرجان ابو عين او مرجان عينه. لكن بقيه المرجان بتحس ان اسنانه عامله زي الضروس. بص اسنانه عامله زي الضروس، بص اسنانه عامله زي الضروس. طيب اخر حاجه خالص بقى، اقل حاجه هو يعتبر وهو مش مرجان اساسا، اللي هي سمكه الصرع. سمكه الصرع طبعا في بياعين بيبيعوها على انها مرجان، لكن هي ما عندهاش سنان زيهم، يعني اسنانهم مختلفه خالص. لكن اكتر حاجه مميزه ليها هي الشعره اللي في الديل. الشعره اللي في الديل دي اكتر حاجه مميزه لسمكه الصرع، واللي تفرقها عن المرجان. مفيش اي مرجان عنده شعره في ديله كده، هي الوحيده اللي عندها شعره في ديلها.
يبقى ايه؟ يبقى سمكه الصرع هي الوحيده اللي عندها شعر في الضلع وهي مش مرجان. تمام. وطبعا التقسيمه دي ان دول احسن حاجه ودول اقل منهم شويه ودول قليلين خالص، بناء على ان انا سالت ناس كتير وخدت رايهم. لكن مثلا ما يمنعش ان في مثلا ناس بتحب الغزيله جدا. انا عن نفسي بحب جدا الغزيله وليها عندي معزه خاصه لان احنا بنصطادوها في التسقيط وبتطلع معانا فبحبها، والعضاد نفس الكلام. طبعا لو المحتوى عجبك ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب عشان تدعمنا في القناه، وصلي على النبي صلي.